من فضائل سورة الفاتحة أنه ما نزل في أي من الكتب المنزلة مثلها، فلم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في غيرها من الكتب مثل هذه السورة العظيمة. روى الترمذي وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: تحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأ أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها 7 من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. قال أبو عمر ابن عبد البر: قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، معناه مثلها في جمعها لمعاني الخير، لأن فيها الثناء على الله عز وجل بما هو أهله وما يستحقه من الحمد الذي هو له حقيقة لا لغيره، لأن كل نعمة وخير منه لا من سواه، فهو الخالق الرازق لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وهو المحمود على ذلك، وإن حمد غيره فإليه يعود الحمد. وفيها التعظيم له سبحانه، وأنه الرب للعالم أجمع، وأنه مالك الدنيا والآخرة، وهو المعبود والمستعان. ولأن فيها تعليم الدعاء والهدى ومجانبة طريق من ضل وغوى، وفيها الدعاء لباب العبادة، فهي أجمع سورة للخير ليس في الكتب مثلها على هذه الوجوه.